ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. الفترة اللي فاتت دي كنت بجرب ليب بالمز كتير جدا، وانتوا كنتوا هتلاحظوا في المشتريات بتاعتي ان انا كنت جايبة انواع كتير قوي من الليب بالمز علشان الشتاء، وعشان يعني معظمنا في الشتاء بتبقى شفايفنا ناشفة، وفي ناس بتوصل لدرجة انها بتبقى متشققة وممكن تنزل دم كمان. طبعا موضوع ترطيب الشفايف في الشتاء دي حاجة اساسية جدا جدا. وطبعا شرب المية يا جماعة، انا عارفة ان احنا بننسى كلنا نشرب مية، بس لازم شرب مية كتير مع ترطيب الشفايف مرتين او 3 في اليوم، علشان بجد موضوع بيفرق جدا جدا في ترطيب شفايفك. وطبعا قبل ما تنامي لازم تحطي اي مرطب على الشفايف علشان تبقى الشفايف كويسه وما فيهاش تشققات. ولو لسه مشتركتيش في القناه يا ريت تشتركي في القناه وتفعلي الجرس، تختاري اول علشان اول ما انزل فيديو جديد يجيلك نوتيفيكيشن. ويلا بينا نبدا الفيديو. مرطب الشفايف ده من اماندا يا جماعه. بصوا هو حلو جدا جدا في ترطيب اللي هو خلال اليوم، يعني بتحطيه كذا مره في اليوم. ريحته كده، عارفين كأن بتاكلي البان، اللي هو البان البابل جام كده، اللبان بتاع زمان ده، الكور ده. ريحته البان جدا، لونها كده بينك، بتدي لون للشفايف. كميتها 4.8 جرام، يعني ده بالظبط مش 5 جرام، هي اقل من 5 جرام، حاجة بسيطة. وسعرها طبعا يعني اماندا دي من زمان قوي، يعني سعرها 26 جنيه بس يا جماعة. يعني تقريبا دي ارخص ليب بالم. لا، في واحدة ارخص منها كنت قلتلكوا عليها قبل كده بس كانت سيئة جدا، اللي هي بتاعت 5 او 5 دي كانت ب 12 جنيه بس. لا دي يعني احسن منها، يعني احسن منها في الترطيب، احسن منها في الباكجينج، وسعرها طبعا حلو جدا. فاماندا بصراحة عاملة يعني عظمة في الليب بالم بتاعها، متناول ايد اي حد، يعني سعرها حلو جدا. بتحطيها وتسيبيها بتفضل موجودة على الشفايف. طبعا اول ما تشربي اي حاجة او تاكلي اي حاجة بتروح طبعا، واللون بيروح على طول، يعني مش ثابته. بس عايزه ان انتي تستخدميها كذا مره في اليوم عشان تحسي بتاثيرها. فهي ترطيبها يعني تعتبر من ضعيف لمتوسط، يعني مش طبعا مش اقوى حاجه. بعد كده الليب بالم دي من بوبانا، ودي بالكريز. لونها كده، بصوا لونها احمر غامق قوي، بس طبعا هي على الشفايف وريتها لكم قبل كده. يعني بصوا مفيش اصلا، يعني لون خفيف جدا لا يرى بالعين المجردة، لون احمر خفيف قوي قوي، يعني بتدي لون كده لطيف للشفايف، يعني لون طبيعي، يعني كأنك مش حاطة حاجة بس لون شفايفك موردة كده. فهي كلون يعني حلو، طبعا مش ثابت خالص، يعني اللون ده ما تتوقعيش انه هيقعد معاكي كتير. ترطيبها برضو يعني متوسط او اقل من المتوسط شوية. كميتها 5 جرام، سعرها تقريبا 49 جنيه او 50 جنيه. هي مكتوب عليها انها بقوة الفيتامين اي والبيتا كاروتين، فطبعا يعني هو كلام بصراحة، يعني مش حدش بيحاسبهم عليه. برضو من الليب بالمز المحتاجة ان انتي برضو بعد ما بتشربي اي حاجة، تشربي شاي، تشربي مية، تشربي اي حاجة او تاكلي اي حاجة، تحتاجي تحطيها تاني. فبرضو محتاجة ان انتي تستخدميها مرتين 3 في اليوم علشان تحسي ان شفايفك مترطبة على طول. فتحسي ان شفايفك مترطبة طول ما انتي حطاها، اول ما بتروح خلاص كده بتحسي لا شفايفك رجعت عادي تاني. بعد كده الليب بالم دي من جوفياليتي يا جماعه، وانا كلمتكم عنها قبل كده قد ايه هي ما عجبتنيش خالص، ناشفه جدا جدا، يعني بصوا بتمشي بصعوبه قوي، ويعني ما بتعملش اي ترطيب. صراحه ما عجبتنيش خالص خالص خالص. حتى في الصيف، يعني حتى في الصيف برضو ناشفه مش سايحه. فدي كان سعرها 85 جنيه، يعني كمان غاليه، مش عارفه ليه. يعني في ليب بالمز كتير ارخص منها بكتير زي ما قلنا عليهم دلوقتي، وترطيبهم احسن. ما عجبتنيش خالص. بعد كده الليب بالم دي من ايفا، اتكلمتكم عنها قبل كده. هي يعني زي ما انتم عارفين ان الحاجات اللي ليها لون بيبقى ترطيبها اقل. هي زي لونا اللي انا وريتها لكم، وزي اماندا البينك، وزي بوبانا، تقريبا نفس الترطيب. يعني ممكن يكون ترتيبها زي اماندا شويه، ترتيبها كويس.
اللون اللي بتسيبه حلو قوي، يعني انا عاجبني جدا اللون. يعني انا خارجه مش عايزه احط ليبستيك، هحط لونه انها بتدي لون بيتش كده حلو قوي، لون خوخي حلو. بس طبعا بيروح على طول برضو مع اي اكل او شرب، بس هو يعني ترطيبها برضو متوسط، فبتحتاجي برضو مرتين 3 في اليوم علشان ترطبي بيها. هي كميتها 4 جرام وسعرها تقريبا من 60 ل70 جنيه، فتعتبر اغلى طبعا من اماندا. فانا شايفه يعني ان هو طبعا اماندا هيبقى الطف حاجه لو انت مش عايزه تدفعي كتير، وهيكون نفس الترطيب. كمان في الليب بالم دي برضو من ايفا، اسمها سان ان سي، ودي فيها SPF 15، يعني مش قوي قوي، تقدري تستخدميها في النهار. هي بالكوكو باتر وكميتها 10 جرام، يعني اكبر من ايفا التانية، وسعرها برضو تقريبا يعني حاجة و60 تقريبا 70 الرينج ده. بصراحة يا جماعة انا ما عجبتنيش خالص خالص في الصيف، لان انا كنت بحطها بحس انها سايحة قوي والطعم بيدخل في بقي كده، يعني بجد ما كنتش حباها خالص خالص في الصيف. في الشتاء معقولة برضو، بس هتلاقيها هي القوام بتاعها هي خفيفة. بصوا يعني انا عايزة اوريكم، بصوا اهو ادي كده، بصوا خفيفة ودهنية، يعني عايزة نقطة خفيفة قوي توزعيها عشان ما تزيدش منك، لو زادت هتلاقيها كده ايه سايحة على بقك، يعني مش من النوع اللي بتمسك على الشفايف تحس انها سايحة. هي دي مشكلتها معايا. هي ترطيبها طبعا حلو، يعني هي تعتبر ترطيبها فوق المتوسط شوية، فكترطيب كويس. لكن لو انتي مش فارق معاكي موضوع انها تبقى سايحة كده، او ممكن تتحط مثلا قبل النوم، يعني عشان ما تحسيش بمشكلة انها بتسيح حوالين الشفايف او بتدخل في البق. يعني دي بصراحة كانت حاجة بالنسبة لي مضايقاني جدا. بعد كده الليب بالم دي من لونا برضو، بس دي بقى فيها SPF 30، فدي الحماية فيها عالية، فطبعا دي يعني ارشحها لكم جدا تستخدموها في النهار، خاصة الناس اللي بتنزل في الشمس، فهيبقى حلوة جدا. هي لونها ابيض، يعني هي شفافة وترطيبها حلو، يعني برضو من المتوسط لفوق المتوسط. بتحتاجي برضو ترطبي بيها مرتين 3 في اليوم، يعني مش مرة واحدة، لانها برضو بتروح مع الاكل والشرب. هي كميتها 5 جرام وسعرها 50 جنيه تقريبا. يعني الاسعار يا جماعه اللي انا بقولها دي بتكون تقريبيه، ممكن تكون اقل 10 ازيد 10، فعشان الاسعار بتختلف من مكان للتاني، بس دي تعتبر حلوه. وطبعا هي عامه الليب بالمز اللي هي اللي ملهاش لون عامه هي بيبقى فعلا ترطيبها اعلى من الليب بالمز التانية اللي هي ليها لون. قبل ما اكمل الفيديو يا جماعه حابه اشكر بجد كل الناس اللي بتسيب لي كومنتات لطيفه وكلها ذوق وكلها حب، بجد يعني بحبكم جدا، ويا رب دايما كده اقدم لكم حاجات تنفعكم وتساعدكم. انا بجرب حاجات يا جماعه وبحاول ان انا اساعدكم، وانتوا كمان لو مجربتوا يعني احب ان انا اشارككم تجربتي، وانتوا كمان تشاركوني تجاربكم. فبجد يعني انا بحس ان انتوا فعلا قريبين ليا، اصحابي عيلتي، فبجد بحبكم جدا. يلا نكمل الفيديو. معلش الاضاءة عمالة تضلم، الشمس بتغيب وبتروح، فانا بصراحة يا جماعة انا حابة جدا، مش عارفة التصوير في الاضاءة دي بتاعت النهار، يعني حاسة انها احلى بكتير من الاضاءة التانية بتاعت الرينج لايت، فانتوا برضو قولولي ايه رأيكم. بعد كده الليب بالم ده من بيز لاين، برضو حلو جدا يا جماعة. هو برضو ملوش لون، اللي هو الازرق ده الاوريجينال، لونه شفاف، ترطيبه حلو جدا، برضو من متوسط لفوق المتوسط. كل تقريبا الليب بالمز يا جماعة لازم تستخدميها مرتين 3 في اليوم، ما ينفعش مرة واحدة وتقولي مرطبش، لان هو دي ليب بالمز تجميلية مش علاجية. خلي بالك انها كل الليب بالمز دي مش بتعالج لو عندك تشققات او جفاف شديد في البشرة مش هتعالجها. انتي لازم تستخدمي الليب بالم دي مرتين 3 علشان لو شفايفك ناشفة شوية هتخليها اطرى.
هو بالشيا باتر، كميته تقريبا يعني انا حاسه 4 جرام او 5 جرام. هو مكتوب عليه 0.25، لا بس انا حاسه ان هو اكتر، وسعره غالي يا جماعه. يعني هو اغلى من بقيه الليب بالمز كلها. فحاسه ان هو حاسه ان لونا اللي هو لونا ده زيه بالظبط. يعني لونا اللي ب50 جنيه ده زي بيز لاين اللي هو معدي 150 او وصل 200 جنيه تقريبا. فانا رأيي ان انتوا يعني تستخدموا لونا بدل بيز لاين. هو غالي قوي بس ما يستاهلش السعر ده. بعد كده الليب بالم ده من كولاجرا. هو برضو ملوش لون او لونه ابيض، هو شفاف يعني، وكميته 5 جرام وسعره تقريبا 60 جنيه او اقل حاجة بسيطة. ترطيبه برضو حلو يعني متوسط، عامل زي لونا كده بالظبط اللي هو ده برضو. ترطيبه كويس برضو، لازم ترطبي بيه 2 3 برضو لان انتي بيروح برضو خلال اليوم. فعجبني برضو. بعد كده الليب بالم ده من شان. هو برضو لونه ابيض شفاف، ترطيبه حلو جدا. تحسي كده ان هو لا يعني تقيل شوية على الشفايف. برضو بتحتاجي تستخدميه 2 في اليوم. هو كميته 5 جرام وسعره بقى يا جماعة يعني بصوا انا جبته من على نون كان ب90 جنيه. بس تقريبا ده يعني كان في سيل او حاجة، لان انا شايفة بعد كده سعره عالي قوي يعني معدي 100 150. فانا مش عارفة بالظبط يعني سعره ايه بالظبط، بس انا لما جبته ب90 جنيه. فيعتبر غالي يعني، يعتبر غالي بالنسبة لبقية الانواع اللي اتكلمنا عنها، وتقريبا نفس الترطيب يعني. فده عيبه يعني، عيب شان هو سعره عالي، والترطيب هتلاقي حاجات كتير نفس الترطيب وبسعر اقل بكتير. بعد كده كيران مور يا جماعة اللي هو في العلبة ده بالكوكونات. ده حلو كترطيب، بس هو برضو عامل زي ايفا سان انسي، تحسي ان هو بيسيح كده حوالين الشفايف. فانا بفضل ان انا استخدمه قبل النوم بس. يعني باكاجينج صعب قوي ان انتي تفتحي الغطا بصراحة، يعني الباكاجينج مضايقني جدا يعني. معلش يا جماعة تقريبا كده خلاص الدنيا ضلمت، فانا اضطريت ان انا اشغل الاضاءة الرينج لايت. ف يعني مش عارفة المنظر هيطلع ازاي في التصوير. ده كده الكيران مور اهو بعد ما فتحت كده. دي شكلها بصوا، هي كميتها كبيرة قوي يعني ممكن تقعد معاكم شهور. هي بقالها كتير قوي عندي. طبعا بالنسبة للشفايف احنا مش بنحتاج كميات كبيرة، احنا بناخد يعني يدوب كده على الصباع وبنعمل بيه شفايفنا. فطبعا الكمية كبيرة قوي يعني 20 جرام وسعرها كان 50 جنيه. فيعني حاجة تحفة جدا جدا. بس انا المعترضة على الباكجينج، ومعترضة ان هو ما ينفعش تحطيه خلال اليوم، لان هو بقولك بيبقى سايح كده حوالين الشفايف، وطبعا بيتمسح برضو بسرعة. يعني هو ترطيبه متوسط برضو، مش ترطيب القوي الفظيع اللي هو يعني تحطيه قبل ما تنامي وتصحي تحسي شفايفك مترطبة شوية، بس بعد شوية لا يعني. فيعني ده اعتراضي، بس هو طبعا سعره تحفة، كميته تحفة جدا. بعد كده الليب بالم دي من لونا ايمولينت بالشيا باتر. هو في كذا يعني لونا منزله كذا حاجه ليب بالمز كذا لاين يعني. فده اللاين بتاع ايمولينت بالشيا باتر. هو حلو برضو، ترطيبه حلو جدا. بصوا ادي قوامه، برضو قوامه حلو خفيف جدا على الشفايف. مشكلة برضو ان هو مش ثابت على الشفايف، بتحس ان هو بيسيح كده حوالين برضو الشفايف. انا ما بحبش الاحساس ده. هو كميته 10 جرام وب40 جنيه يعني، او 44 جنيه حاجة كده يعني. فده ارخص حاجة يعني. اكبر كمية كيراند مور ماشي، وبعد كده ده 10 جرام. فكميته حلوة جدا، وسعره طبعا يعني 40 جنيه او 44 جنيه، فسعره كويس قوي. ترطيبه حلو جدا لو حطيتيه قبل ما تنامي. يعني انا برضو من الحاجات اللي انا بحطها قبل ما انام،
واصحى الاقي الشفايف بتبقى حلوه ومترطبه معايا. بعد كده الليب بالم دي او الليب ماسك مثلا، ممكن نعتبرها ليب ماسك من الحاج عرفه. دي كانت غاليه يا جماعه، انا مش عارفه ليه جبتها، يعني مش عارفه ليه جبتها بالسعر ده. هي برضو فوق ال100 جنيه تقريبا، 100 وحاجه يعني على ما اعتقد. هي ستروبري، يعني تحسي كده ان انتي بتاكلي فراوله لما تحطيها كده على شفايفك. تحسي ان الفراوله، نكهه الفراوله فيها طبيعيه جدا وحلوه، يعني كانك بالظبط واكله فراوله او بتاكلي فراوله. ترطيبه برضو متوسط، يعني مش عالي قوي. كميتها كبيره قوي. هي فيها زيت جوز هند وشمع عسل وفازلين طبي وفيتامين اي. فالمكونات دي يا جماعه تحسوا انها يعني مكوناتها حلوة جدا، انها مرطبة قوي. بس بصراحة يعني ما حسيتش انها قوية للدرجة دي. هي ترطيبها فوق المتوسط وحلوة لما تتحط برضو. لما تحطيها برضو قبل ما تنامي وتصحي بتحسي ان شفايفك مترطبة. بعد كده من نفرتاري يا جماعة الليب بالم بتاعتهم برضو الباكجينج صعب جدا، الغطا صعب قوي. برضو كميته تقريبا 10 جرام، ومكوناته زيت لوز حلو وكوكو باتر اللي هي زبدة كاكاو وفيتامين اي. فهو ترطيبه بصراحة حلو جدا. سعرها غالي، يعني برضو 180 تقريبا، بس هي تعتبر كمية كبيرة. يعني 10 جرام دي تعتبر كمية كبيرة. بس خلي بالك ان حاجات نفرتاري بتبقى حاجات ناتشرال، يعني طبيعية جدا، مفيش اي كيميكالز عليها. فاول ما بتفتحيها لازم تستخدميها على طول وتخلصيها، يعني تخلصيها خلال 2-3 بالكتير، ما تقعدش اكتر من كده، لانها بعد كده ريحتها بتغير وبتبوظ. فده عيب نفرتاري، او معرفش، هو ميزه وعيب. يعني هو ميزه ان هي حاجه ناتشرال، وعيب انها لازم تخلصيها على طول، مينفعش تستخدمي حاجه تاني. ترتيبها فوق المتوسط برضو يا جماعه. حلوه. سعرها بس غالي شويه، لكن غير كده هي حلوه جدا. اخر حاجه الليب ماسك ده من لانيج، وده طبعا كل الناس اتكلمت عنه. ده طبعا براند كوري. هو يعتبر كمان ماسك علاجي للشفايف، يعني انت فعلا لو شفايفك مشققه جدا عالجلك شفايفك. طبعا هو غالي كميته، يعني انا جايبه العبوه الصغيره بتاعته خالص، دي اصغر حاجه اللي هي 3 جرام ب100 او 100 وحاجه. بس طبعا هو سحر، يعني هو فعلا بيعالج جدا الشفايف الناشفه قوي، المتشققه قوي. او لو شفايفك حتى مش واصله للحاله دي، هتحسي بفرق في شفايفك، هتحسي بترطيب فعلا حلو جدا. بس كده يا حلوين، كنا وصلنا لنهايه الفيديو. يا رب يكون عجبكم واستفدتوا منه. متنسوش تعملوا لايك لو عجبكم الفيديو، شير مع اصحابكم عشان يستفيدوا منه هم كمان. وما تنسوش تتابعوني على السوشيال ميديا، سيب لكم اللينكات تحت في صندوق الوصف. واشوفكم في فيديو جديد. باي باي.